هو لسه في ناس الى الان بتروح تغير اويل سيل كرنك خلفي ولا اويل سيل كرنك امامي ولا جوانات علشان الحاجات دي بتجيب زيت؟ يعني انت مستوعب ان اويل سيل الكرنك الخلفي ده علشان يتغير هتدفع لك متوسط من 2.5 ل 3000 جنيه. ده غير ان العربيه تقعد عند الميكانيكي من نص يوم ليوم، لان طبعا الموتور يا اما بيترفع يا اما الفتيس بينزل، علشان اغير بس القطعه الصغيره دي لمجرد انها بتعرق زيت او بترشح زيت. وكذلك الحال في اويل سيل الكرنك الامامي، وكذلك الحال في الجوانات سواء تكيهات او كارتيره زيت. مستوعب ان لسه في ناس بتعمل الصيانات دي وبتضيع فلوسها وبتضيع وقتها؟ طيب واحده واحده بس معايا، انا مش طالع اعمل لك دعايه ولا طالع اقنعك، انا طالع بدردش معاك. ايه رايك لو قلت لك ان في منتج، المنتج ده اسمه 70 اي من شركه ريزويل، اويل ستوب ليك، منتج عباره عن 300 مللي بتستخدمه مع الزيت الجديد. يعني انت من الزيت الجديد بتنقص 300 مللي وبتحط الاضافه دي مع الزيت الجديد. الاضافه دي او الماده دي بتدخل مع الزيت الجديد، بتعمل اعاده ترطيب او اعاده احياء للاويل سيلات دي، للاويل سيلات دي وللجوانات دي، بس بدون اي تدخل منك. الكلام ده بيحصل من بعد 500 الى 800 كيلو. يعني بعد ما تستخدم الاضافه دي من 500 كيلو ل 800 كيلو اتفرج على المنظر. بس انا كل اللي طالبه منك حاجه واحده، بعد ما تحط الاضافه دي اغسل المنطقه اللي فيها الزيت، سواء كانت منطقه اويل سيل الكرنك الخلفي او الامامي او ايا كان الجوانات كارتيره او جوان تكيهات ايا كان. اغسل المنطقه، ومن بعد 500 كيلو ل 800 كيلو بيني وبينك ربنا لو المنتج ده ما جابش معاك نتيجه ابعت لي قول لي انت راجل ما بتفهمش حاجه، ويا عم انا مستعد ابعت لك ثمنه، اقسم بالله انا مستعد ابعت لك ثمنه. ايه رايك بقى؟ وحاجه مهمه جدا، انت مش لازم تستخدم المنتج ده لما تظهر عندك مشكله. يعني مش لازم ان انا يظهر عندي مشكله في الاويل سيلات او في الجوانات عشان ابدا استخدم المنتج ده. انا دايما نصيحتي للناس استخدموا منتجات الاويل ستوب ليك دايما كاجراء وقائي او كصيانه وقائيه. يعني انا عربيتي زي الفل الحمد لله، ما فيش اي تعريقات او ترشيحات. استخدم المنتج ده مع الزيت، هو كده كده بيدخل بيعمل لك اعاده ترطيب زي ما قلت لك، او اعاده احياء للاويل سيلات والجوانات، فانت كده كده مستفيد. مش لازم استنى لحد ما المشكله تحصل وابدا استخدمه. المنتج ده يعني انا مش عارف انت ازاي لحد الان ما اشتريتوش، انا والله وعارف ثمنه كام، 500 جنيه. يعني انت متخيل بقى ان انا بقول لك النهارده الاويل سيل ده مثلا بيتكلف حوالي من 2000 ونص ل 3، ده علشان يتغير بيتكلف من 1000 ونص ل 2000 جنيه بالمصنعيه. الجوان من 1000 ل 1000 ونص. يا عم انا بقول لك منتج زي ده ب 500 جنيه، هتستخدمه مره مرتين بالكتير بالكتير، انتهت القصه خلاص. انتهت القصه، مفيش كلام تاني خلاص. وزي ما قلت لك يا عم لو ما عملتش معاك نتيجه ابعت لي وانا مستعد ابعت لك فلوسه وانت في مكانك. بس سلام عليكم.